السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد منير من قناة كورة أونلاين. النهارده يا جماعة جايب فيديو بين محمد شبانة والخضري ومشادة ما بينهم عشان خاطر القيم والمبادئ. تعالى نروح نشوف الفيديو اتقال ايه فيه ونرجع تاني عشان نعقب على الفيديو ونشوف فتوح هيمضي للزمالك ولا لأ، واوامر الخطيب عشان خاطر مصطفى فتحي يجي النادي الاهلي، وصفقات الاهلي وحكام القمه، ورساله للغندور. فنروح نشوف الفيديو ونرجع تاني. لعيب في الاهلي يعني حضرتك شايف ان ده كفايه؟ يعني هو شيكابالا ماليش دعوه بشيكابالا، شيكابالا مش وحش. لا شيكابالا انا بكلمك يا عم الزمالك وحش، انا بكلمك على الاهلي. الاهلي الزمالك عنده مبادئ. لا الزمالك وحش. انا بكلمك دلوقتي على يا فندم، انا بكلمك على الاهلي. انا بكلمك على الاهلي. انا بعتبر الكلام على المبادئ الكتير ده يا سيدي، انا بكلمك ان مفيش حاجه اسمها مبادئ في الكوره. ده مش عيب، مفيش حاجه اسمها مبادئ. ما حدش قال انه عيب ومش عيب. انضمام امام عاشور للاهلي الناس في القصه دي يا فندم. لحظه واحده بس. لا امام عاشور، لكن انا بكلمك امام عاشور تقول لي اخبار صفقات الزمالك ايه؟ لا رمضان ده على حدث امام عاشور يا فندم. طب وماله؟ ما هو امام عاشور ما تدخليش المبادئ. ايه اللي دخل المبادئ؟ امال ايه؟ الراجل اعتذر، قال انا بعتذر لكابتن وليد سليمان. يعني انت شايف يعني دي كفايه؟ وبعتذر كفايه ونص. لا انا شايف ان دي بتنسف. ومحدش كلمني في مبادئ في الكوره. لا لا انت مش عايز تقول كلمه على الاهلي خالص. لا يا فندم، اقسم بالله ما عايز تقول كلمه على الاهلي. اصل لعيبه الكوره، اصل لعيبه الكوره مش ملايكه. هو انا دلوقتي اصل الكوره مش ملايكه. احنا مش قاعدين في الجنه بنلعب كوره. خلاص ما تقوليش ملايكه، يبقى مفيش ملايكه في الكوره بقى. لا ما حدش قال في ملايكه. لا في ملايكه، بس انت لما تخطئ وتعتذر خلص الموضوع. ان في ملايكه في الكوره. لا مفيش ملايكه، بس هو اخطا واعتذر. مفيش ملايكه في الكوره. بعيد عن نقول يلعب في الاهلي او ما يلعبش، هو الراجل اخطا في حق الكابتن وليد سليمان واعتذر. اتكلم وفي حق كابتن صالح سليم واعتذر غنى طب اشمعنى هو الحضري ما اعتذرش؟ هو رمضان صبحي ما اعتذرش؟ ابن النادي الحضري او رمضان صبحي دول متربيين جوه النادي. طب ايه؟ ده ادعى ده مش لعيب في النادي. ليه؟ هو عمل ايه؟ طب رمضان صبحي عمل ايه؟ يعني انت لما يكون جارك رمضان صبحي عمل ايه؟ وجعت اعتذر غير ابنك رمضان صبحي عمل ايه؟ بس منصور عادل القيعي عامل تصريح من امام للاهلي وعلاقته بمبادئ الاهلي. سأل السؤال ده، قال لك هذه عمليه ابتزاز. ماذا لو قلت انني لا اريد ضم امام عاشور؟ هل هيقولوا وقتها ان احنا عندنا مبادئ وقيم؟ هناك من يريد باستمرار الابتزاز بكلمه المبادئ او يهددوك بيها او ينكروا. ده موضوع يخصهم ما يخصناش احنا. ده انا طبعا مش موافق على ولا كلمه بيقولها. ليه؟ واضحه مبادئ الاهلي تخصه وتخص العاملين فيه، ولم يفرض اي منا مبادئ على جهات اخرى. لا يعني لا 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 هو يقول اللي هو يقوله، بس انا مش مقتنع باللي بيقوله. ما رايه؟ لا طيب، ما انا بقول لك وده رايي. انا مقتنع برايي ولا مش مقتنع برايه. انا مقتنع برايي. لا ولا انا مقتنع. انا مقتنع يا انت مقتنع، لكن ما حدش كلمنا على مبادئ. ما تحرجناش يا خضري. ما حدش كلمنا. وبعد ما رجعنا يا جماعه وشفنا المشاده بين محمد شبانه والخضري عن قيم المبادئ، وهو مش عايز يسمعه. هو يعني ما فيش مبادئ وما فيش قيم، هي على وتيره واحده. ماخدوش يا ماما، ماخدوش يا ماما. في ايه يا عم؟ افهم هو بيقول لك ايه. بيقول لك الناس اللي انت بتتكلم عنهم دول زي الحضري، تاني اللي انا على طول بنسى اسمه، رمضان صبحي، وليد سليمان قال لك هو اعتذر له في كذا قناه، ولما نزل اخر ماتش اتقابلوا فيه اعتذر لصالح سليم وعمل فيديوهات لاعتذار لصالح سليم. عايز ايه تاني؟ عندك رمضان صبحي والحضري اللي انت عمال تضرب بيهم المثل. لو سمحت افهم الكلام. بيقول لك دولت ولاد النادي، دولت متربيين جوه النادي. اذا كان رمضان صبحي ولا عصام الحضري اللي كان واخد بطولات قد كده جوه النادي، اما امام عاشور من بره النادي. الراجل اعتذر واحنا قبلنا الاعتذار، وجاي النادي الاهلي ويخش ويتاقلم جوه القيم ومبادئ النادي الاهلي. في ايه تاني؟ بنفهم ولا ما بنفهمش؟ مبادئ وقيم النادي الاهلي وانتوا ايه اللي بنا؟ ومحمد شبانه رد عليه وقال له اسمع عدلي القيعي قال ايه؟ عدلي القيعي يا باشا قال له، هقول لك قال له ايه. انا على فكره منزل فيديو لكلام عدلي القيعي، يا ريت تخش تسمعه. هو رد عليهم وقال لهم ايه؟ ماشي. بيقول له يا باشا دي عمليه ابتزاز، حتى لو ما قلناش عاوزين امام عاشور هيقولوا هو ده يعني نادي المبادئ. يعني حتى لو قلنا احنا مش عايزين، يعني هم كده هيقولوا ان النادي الاهلي نادي المبادئ؟ طبعا لا. خدناه او ما خدناهوش،
هما مفيش قيم ومبادئ النادي الاهلي. ليه؟ هما بيشغلوا جمهورهم عن البطولات، عن اللعيبه، عن ايقاف الكيد، عن حاجات كتير. فنعمل ايه؟ اشغلوا بايه؟ بالنادي الاهلي. والنادي الاهلي مش مشغول بحد على فكره، النادي الاهلي مشغول بنفسه وصفقاته، وجاي لكم في الصفقات. ورد عليه برضو محمد شبانه، قال له خلاص يعني دي حاجه ودي حاجه، والتاني برضو مصمم ان مبادئ وكده، والتاني يا عم قال له خلاص وبتاع، دي براحتك، كل واحد ليه راي. ده بالنسبه للخضري وقيم ومبادئ. نيجي برضو قطع حته صغيره كده لمين؟ لخالد الغندور. ما احنا مش هنسيبه، احنا خالد الغندور مش هنسيبه، زي ما هو كده مستلم احنا برضو هنستلم، هو مش احسن مننا في حاجه. خالد الغندور طلع قال انت سعد ابو حفيظ بتقول احنا لو حد عندنا بصق او مش عارف ايه او ايه احنا هنعمل ونسوي واحنا. طلع انت اتكلم بتقول ما هو لاعب اهو شتم وعمل. افهم الكلام يا خالد غندور، افهم الكلام. بيقول لك لو لاعب من عندنا من قلب النادي الاهلي، زي ما قلت قبل كده، دولت متربيين في النادي الاهلي، يتوقع عليهم نظام العقوبه بتاع الاهلي على المبادئ والقيم بتاعت النادي الاهلي. اما ده لاعب من بره لما يجي النادي الاهلي وتلاقيه عمل شمال او يمين او عمل اي حاجه شمال، هتلاقيه القيم ومبادئ النادي الاهلي اتوقعت عليه. زي كهربا كان عندكم، شوف كان عامل ازاي، شتيمه وقله ادب وي 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 وي. لما جه النادي الاهلي اتخانق بس مع الشناوي 1,000,000 جنيه غرامه، ودي كانت اكبر عقوبه تتوقع على لاعب، 1,000,000 جنيه غرامه. ومن ساعتها زي انتم شايفين كده كهربا على صراط المستقيم. ليه؟ جه النادي الاهلي. فامام عاشور حاسبوه لما يجي النادي الاهلي. ده بالنسبه يا جماعه لامام عاشور، ده بالنسبه لقيم ومبادئ النادي الاهلي عند الخضري والغندور والناس اللي هم هزازين الرؤوس. نيجي بقى للنادي الاهلي ونتكلم عن النادي الاهلي. اول حاجه كده يا جماعه، امام عاشور خلاص وقع، وخالد المرتجي هيبعت فلوس لميتلاند النادي بتاعه 2.5 مليون دولار. هيبعت 2.5 مليون دولار للنادي ميتلاند التركي. تمام. والباقي على اول الشهر ولا الشهر الجاي هيدفع له النص مليون الباقي. تمام. ده بالنسبه لامام عاشور. خلاص بعد ماتش الاهلي والزمالك ان شاء الله يفوز للنادي الاهلي، هتلاقي نزل البرومو بتاع التوقيع وكل حاجه ان شاء الله خير للنادي الاهلي. بالنسبه ده لامام عاشور. طب الخطيب النهارده، اجتماع الخطيب وامير توفيق وعادل الكيعي في وجود الدكتور سعد شلبي. ليه بقى؟ بيشوفوا الصفقات والدنيا ماشيه ازاي. يعني محمد رضا بوبو خلاص، كريم نيدفيد خلاص راجع، مصطفى فتحي قالوا للامير توفيق اللي في مصلحه النادي الاهلي اعمله، اللي في مصلحه النادي الاهلي اعمله. كولر عايز مصطفى فتحي، قال يا ريت يجي مصطفى فتحي. قرار من الخطيب لاحضار لتوقيع مصطفى فتحي. يبقى مصطفى فتحي خلاص هيوقع ان شاء الله باذن الله. الرتوش الاخيره، الدنيا بس تبقى جميله وتمشي، وان شاء الله الرتوش الاخيره ويوقع. ده بالنسبه لمصطفى فتحي. يقول لك ان الخطيب ادى امر بانهاء صفقه مصطفى، انهاء بصفقه مصطفى فتحي اللي هو وكيله احمد يحيى اللي هو وكيل امام عاشور. طيب ده بالنسبه لاوامر الخطيب ولا الاجتماع اللي حصل النهارده مع الخطيب في تدريبات الصبح. طيب دي محمد رضا بوبو وكريم نيدفيد، مصطفى فتحي ان شاء الله. في مهاجم اجنبي خطير ان شاء الله هيجي، واللي انا قلت لكم عليه قبل كده سليم ده ممكن لسه في كلام برضو عليه. طيب ده بالنسبه للنادي الاهلي وصفقاته وامام عاشور المماضى والناس اللي ممكن تيجي، ومصطفى فتحي ان شاء الله ممكن يجي. لغايه دلوقتي ما وقعش لبيراميدز،
تمام. حكام بقى ايه الساحه؟ مين بقى الحكام؟ مين الحكام؟ الحكام يا جماعه، حكم الدولي بتاع الصفاره، حكم ساحه يعني محمود البنا، وسامي هلهل اللي هو المساعد، واحمد الغندور ده للفيديو. ده مصيبه سودا يا جماعه. احمد الغندور ده للفيديو، ده مصيبه سودا، وربنا يستر على النادي الاهلي والتحكيم في وجود اللي اسمه احمد الغندور ده. البنا احنا عارفينه، البنا 7 مطوشه للنادي الاهلي، ده الماتش السابع. ما بتحصلش ان حكم يقعد 7 مطوشه يحكم لفرقه في الموسم. ده محمود البنا 7 مطوشه بيحكم. وطبعا زي انتوا الماتش اللي فات ماتش فيوتشر كان ماتش رخم وتضييع وقت، هو مش من هنا، ده من بنها على راي محمود البنا، هو من بنها، اسمه محمود البنا وعامل من بنها. وفي ماتش في بيراميدز لما كان لينا طرد المدافع بتاعهم علي جبر، لما قص اسمه ايه الاول اللاعب بتاعنا اللي في خط الوسط قندوسي، وبعد كده الكره اللي شاطها قندوسي وبرده عملها بايده، ده المفروض كان انذار في طرد. ده القندوسي كان رايح عملها من وراه وراح على الكوره راح شايله، ما خدش فيها حاجه، خد فيها انذار. الكره الثانيه عملها بايده ما خدش فيها حاجه، ودي كان المفروض فيها انذار وطرد. واللاعب الثاني اللي اسمه محمد الشيمي ضربتين ورا بعض، فاولين ورا بعض، مفيش طرد. ليه؟ احتواء يا باشا، مش عايزين الماتش يبوظ. دولة حكام القمة اللي هم الحكام اللي جايين يحكموا ماتش القمة: محمود البنا حكم ساحة، خالد الغندور حكم فار. ده بالنسبة لحكام ماتش القمة. ودلوقتي بقى كلامنا عن فتوح يا جماعة، ضاغطين عليه عشان خاطر عايزينه يمضي ويخلص. فتوح فاضل في عقده خلاص اخر السنة دي، السنة اللي هتتلعب دي، وبعد كده يبقى لعيب حر. فهم بيضغطوا عليه بجميع الاشكال بجميع الالوان بجميع كل حاجة، بس عشان خاطر يمضي، وهو على وتيرة واحدة: ماخدوش يا بابا. ومش راضي يمضي. ليه؟ مش عايز يقعد في نادي الزمالك، قرفان من رئيس نادي الزمالك عن الكلام اللي طلع عليه وي فهو قرفان. فحد يطلع عليه الشتيمه والراجل عنده كرامه، قال عليه بيشرب مخدرات وقال عليه شتم وعمل وسوى، عايزه ايه تاني؟ فالراجل رافض، قرفان، عايز يمشي. قال لهم عايزيني امضي معاكم، يبقى في شرط جزائي ب2.5 مليون دولار للرحيل عن الزمالك للاحتراف لو جالي عقد، غير كده انا مش همضي. دي الخلاصه بتاعه فتوح عشان محدش نقعد نرغي كتير في الموضوع ده. ودي يا جماعه كانت نهايه حلقتنا، وما تنسوش معانا اللايك والاشتراك. سلام.